المسلسل اللي بتفرج عليه في اي وقت، لو متضايق، لو حاسس بالوحدة، اتفرج واضحك بمجرد بس ان انا افتحه واتفرج، بنسى نفسي. انا متعلق بيهم قوي لدرجة اني معلق صورتهم عندي في الحيطة وحاطط ستيكر ليهم في كل حتة، لان حقيقي بشوف المسلسل ده بيرفكت، والممثلين نفسهم حياتهم مثالية، معاهم كل حاجة، فلوس، شهرة، وبيضحكوا بكل سهولة. فانا بحب فريندز، دايما هتفرج عليه عشان اضحك واضحك واضحك، حتى لو عرفت الجانب الاسود من مسلسل فريندز. كان بيخليني اشوف الممثلين اللي عاملين الادوار دي قد ايه هم حياتهم بيرفكت، ان هم ما كانوش مشهورين وخدوا فرصه ان هم يعملوا مسلسل فريندز. ولكن المسلسل اللي بيضحكنا ده الممثلين بتوعه كانوا بيعانوا من حاجات كتير، وحياتهم مليئه بما يسمى بالانسكيورتيز. فانا جاي اتكلم عن الجانب المظلم من حياه الممثلين في مسلسل فريندز. ولكن الاول عايزين نعرف حاجه مهمه قوي. يعني ايه اصلا انسكيور؟ انك تكون انسكيور وعندك انسكيورتي دي حاجه معناها ايه؟ بس عايزين نفهم الاول. انسكيور دي معناها حاجه انك غير امن او غير واثق. انا عندي انسكيور مثلا الشنطه دي مش معدوله. اي حد ممكن تقابله عنده انسكيورتي معينه وانت ما تعرفهاش. ممكن الشخص القدوه بتاعك، الدكتور بتاعك، المدرس اللي بيرخم عليك، هو عنده حاجه انسكيور صغيره جدا هو خايف انك تاخد بالك منها. فالانسكيورتي عند كل الناس. فتعالوا نتكلم على الانسكيورتي بالذات اللي عند صناع مسلسل فريندز. فالفيديو هيكون عبارة عن نجيب حياة كل ممثل ونحكي الانسكيورتيز بتاعته والمشاكل اللي كان بيواجهها اثناء تصوير المسلسل او في حياته عامة، لان كل الممثلين دول اللي شايفهم في فريندز كانوا شايفين ان حياتهم هتتحل بمجرد ان هم بس يتشهروا، ده قبل ما يعملوا مسلسل يعني. والكلام ده كان كاتبه ماثيو بيري، ان هو كان دعا قبل ما يعمل فريندز خالص، وان هو حياته كانت متدمرة، قال يا رب اعمل اي حاجة فيا بس خليني مشهور جدا. وبعد اسبوعين بس بيتقبل في مسلسل فريندز. بعد ما بيصوروا الحلقه الاولى، صناع المسلسل سواء المخرجين او البروديوسرز الستة ويجمعوهم ويقولوا لهم الحقوا دلوقتي تفسحوا وعيشوا حياتكم، لان بمجرد الحلقه الاولى ما تتعرض انتوا مش هتعرفوا تعيشوا عيشه الحياه الناس العاديه. وفعلا الستة الابطال بتوعنا بيروحوا لاس فيجاس ويروحوا يلعبوا قمار ويعيشوا حياتهم. وبيقول ماثيو بيري ان احنا كنا عايشين حياتنا كاننا صحاب عاديين جدا، شايف ان مشاكله هتحل اول ما يتشهر. ولكن بالعكس، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقه، لان كل الشخصيات دي كانت مليئه بالانسكيورتيز. والطبيعي ان اي حد مننا لما بيحس ان هو الانسكيور بتاعته دي هتتفضح ران فيبي بوفيه اللي هي ليزا كودرو كان عندها مشكله كبيره جدا بقى. مشكلتها ان انت لما تبص على فيبي تحس انها اكتر شخصيه كوميديه نسائيه تقريبا في التاريخ، ولكن لما تبص عليها وقت التصوير هي كانت حاسه بمشاكل كبيره جدا وبادي ايشوز يعني تدمرها. انها كانت بتشوف نفسها انها وسط مونيكا وريتشل او كورتني كوكس وجينيفر انستون انها جبل وسطهم، بمعنى انها ضخمه جدا بالنسبه لهم. يعني هي بتشوف نفسها حاجه عريضه جدا وضخمه. فساعتها قررت انها تعمل دايت قاسي جدا يخليها تخس. هي شايفه انها لما تخس بيبان ان الانثى بتبقى جميله لما تخس، فقررت انها تعمل الدايت القاسي ده. وفعلا ابتدت تخس وابتدت تحس بانها عندها ثقه. ولكن كان في مشكله اكبر، ان هي لما عملت الدايت ده هي كانت طول الوقت تعبانه لحد ما خلصت المسلسل واكتشفت انها لا، هي عادي انها تعيش حياتها زي ما هي، لان دي الطبيعه. يعني مش شرط انك تحاول تغير من نفسك عشان تبان انك جميل. يعني حلت بمعنى صح مشاكل الانسكيورتيز اللي عندها عكس باقي او اغلب الكاست. في حاجه تانية كمان كانت بتضايقها، بس يعني دي مش مشكله كبيره قوي، يعني انها كانت بتعمل شخصيتين في المسلسل، شخصيه فيبي وشخصيه اورسولا. شخصيه اورسولا دي كانت عاديه، هي كانت بس بتوترها في حته انها كانت بتجيب دوبلير مكانها. كانت بتصور دورها عادي وبيجي دور دوبلير مكانها اللي هي اختها، فهي كانت بتوتر جدا انها بتجيب اختها تعمل دوبلير. ففيبي يعني يعتبر حياتها كويسه وانها من اعظم الشخصيات النسائيه في تاريخ المسلسلات، ولكن ما قدرتش تقاوم مشاكل الانسكيورتيز والبادي ايشوز. فيعني لما تبقى عندك بادي ايشوز او انسكيورتيز ما تخافش، يعني الناس دول السته كلهم دول عندهم انسكيورتيز، فبفلوس وغنى وخفه دم تزعلش انك عندك انسكيورتيز، يعني كتر خيرك والله. جينيفر انستون او ريتشل When people do this,
I don't really know what that means. جينيفر انستون اثناء عرض المسلسل كان عندها حاجه انسكيور غريبه جدا، لان الحاجه اللي هي كانت عاملاها دي كانت حاجه ناجحه، وهي تسريحه شعرها. تسريحه شعر ريتشل بقت مشهوره جدا لدرجه ان البنات في امريكا في الوقت ده كانوا بيروحوا للكوافير يقولوا له بقول لك ايه انا عايزه تسريحه زي ريتشل. تخيل بقى ان ريتشل نفسها او جينيفر انستون نفسها كانت شايفه ان التسريحه دي بشعه جدا او على الاقل مش لايقه عليها، وكمان طريقه تصفيفه يعني او تسريحه صعبه جدا وشايفاها حاجه معقده، فهي ما كانتش بتحب التسريحه دي رغم انها كانت تسريحه ناجحه جدا، ولكنها مش مقتنعه بيها، مش لايقه عليا. وغير كده جينيفر انستون كان عندها تخوف كبير جدا من الموسم العاشر من مسلسل فريندز، وكانت شايفه ان المسلسل يقفل على الموسم التاسع كفايه قوي كده، وكانت خلاص هتمشي وتسيب المسلسل. يعني كنا ممكن ما نشوفش ريتشل خالص في سيزون 10، يبقى في سيزون كامل من غيرها. ولكن صناع المسلسل قعدوا يقنعوها بقى اللي هو يعني السيزون الاخير يعني عيب الكلام ده، فقالت لهم بص لو عايزين تعملوا مسلسل يعني سيزون كمان يبقى 18 حلقه خلاص، يعني خلاص انزلوا من على وداني بقى. فالحمد لله ريتشل بتوافق انها تعمل سيزون 10، وهي كانت عايزه تسيب السيزون ده ليه بقى؟ لان هي كانت ساعتها متجوزه براد بيت. براد بيت كان جوزها، وكانت عايزه تتفرغ وتشوف حال البيت بقى، خلاص بقى الست هتبقى ست بيت بقى، ويعني عايزه توازن شويه، خلاص فريندز واخد كتير من حياتها. ولكن بعد اصلا مسلسل فريندز بيحصل مشاكل كبيره جدا في حياتها، وببساطه ان براد بيت سابها يعني، والعلاقه بتاعتهم اتدمرت. يا ريته بس سابها وخلاص وخلصت والدنيا مشيت، لا. لكن ساعتها هو لما كان متجوز جينيفر انستون هو كان بيعمل فيلم اسمه مستر اند ميس سميث، ده كان عامله مع مين؟ انجينا جولي. حلو. بعد ما خلص الفيلم ده كان ابتدى في ورق طلاقه ما بينه هو وجينيفر انستون، ومجرد ما طلق جينيفر انستون بنكتشف بعد كده اللي هو في علاقه ما بين براد بيت وانجينا جولي، ولا وكان بيتجوزها. فساعتها الموضوع كان درامي جدا، ان هو كان بيخونها مع انجينا جولي ولا لا. هو كلامهم براد بيت وانجينا جولي ان هم لا، هم علاقتهم اتبانت بعد ما اتطلق من جينيفر انستون، ولكن مين يعرف بقى، الله اعلم. وكان الموضوع درامي وصعب جدا على جينيفر انستون. والحاجه الانسكيور الاكبر في حياه جينيفر انستون قريبه من كورتني كوكس شويه في موضوع الخلفه. جينيفر انستون كان بيطلع عليها اشاعات ان هي عقيمه، انها عندها عقم ما بتخلفش، وفي ناس تانية كانت بتشوف ان جينيفر انستون عادي بتخلف، ولكنها فضلت حياه الشغل والتمثيل على انها تخلف. ولكن في الحقيقه جينيفر انستون سنه 2022 بتقول في انترفيو انها حاولت كتير جدا انها تخلف، لدرجه انها مؤخرا بقت جربت طفل الانابيب، ولكن كل ده فشل انها تخلف. لا، وكمان كان عليها ضغوط اعلاميه كبيره جدا، ان هم كانوا دايما بيتكلموا برضو على حوار الولاده والخلفه ده، فخلاها عايزه تخلف اكتر، ولكن هي مش بايديها. فدي يعتبر كمان تروما، مش مجرد انسكيورتي ونعديها وخلاص. حاسس ان انا دلوقتي ببوظ الطب النفسي كله وبتاع، بس يعني قصدي ان هي حاجه صعبه جدا على الانسان ان هو يكون عايز حاجه مش عارف يعملها. ولحد دلوقتي جينيفر انستون ما خلفتش، فللاسف كل واحد بيبقى مبتلي بطريقه معينه، وبالتالي الحاجه اللي هو مبتلي فيها دي بتخليه انسكيور، او خلينا ما نقولش انسكيور، اللي هو الجرح. عارف انت ما جيت على الجرح، انسكيور دي معناها الجرح، الحاجه اللي انت جرحاك في حاجه زي كده، اكيد هي جرحها. كورتني كوكس او مونيكا كانت اكتر شخصيه حست بوجع والم زي شاندلر بينج او ماثيو بيري. ليه بقى؟ لان ماثيو بيري اصلا حياته كلها كانت متدمره ودارك جدا، واثناء ما هو كان بيصور مسلسل فريندز. تمام؟ لو جينا بقى نبص على كورتني كوكس او مونيكا هتلاقي انها نفس الكلام برضو معاها. ليه؟ اثناء تصوير مسلسل فريندز كانت مونيكا هي الاشهر اصلا، كانت كورتني كوكس هي الاشهر، وحتى ماثيو بيري كان كاتب كده في الكتاب بتاعه ان هي قد ايه كانت متواضعه، وقالت لهم ان المسلسل ده بتاعنا كلنا. تمام؟ احنا كده دلوقتي شفنا كورتني كوكس ست كويسه، ولان الشخص كويس بقى بيتبهدل، فاثناء التصوير بيجي لها مكالمه من ابوها وبيقول لها ان هو جاله كانسر، والدكاتره قالوا له انك ما قدامكش غير 3 شهور بس تقدر تعيش فيهم. فكان مونيكا ما قدامهاش حل، او كورتني كوكس ما قدامهاش حل غير انها تكمل تصوير، لان هو ابوها في مكان تاني تسافر له بطياره. فهي كانت بتحكي قد ايه ان الموضوع صعب، اللي هي المفروض تعمل مسلسل كوميدي وبتضحكنا وعايشه حياتها اللي هو وبتاع، ولكن هي اصلا حياتها متدمره. وكانوا بيسالوها انك انت لو احنا شفنا مشاهد من المسلسل مثلا هنقدر نعرف ان انت حزينه؟ قالت لهم لا، انتوا مش تقدروا تعرفوا، بس انا اقدر اعرف ان المشهد ده انا فعلا كنت قد ايه حزينه فيه. كانت بتداري شعور الحزن بتاعها بالكوميديا زي ماثيو بيري بالظبط، وكان استحاله تعرف حاجه زي كده، لان هي كمان ما كانتش دي معاناتها بس ان ابوها جاله سرطان ولا قدر الله هيتوفى، لا، كان في حاجه تانية كمان، مشكله اكبر، انها زي مونيكا في الحقيقه. ليه؟ ان كورتني كوكس كانت
برضو عندها مشاكل في الخلفه. يعني مونيكا كان عندها مشاكل تمام انها ما بتحملش، انما بقى كورتني كوكس في الحقيقه كانت بتحمل عادي، والحمل بيكمل وبيوصل ان الطفل بيموت. اجهضت اكتر من مره اثناء تصوير مسلسل فريندز، والموضوع ده كان محذرها بشكل، لانها كمان كان جوزها مشهور، فكانوا بيقعدوا يسالوهم في البودكاست ايه هتخلفوا ومش عارف ايه وكده. وغير كده كمان في المسلسل ريتشل كانت بتخلف، فقد ايه كورتني كان قدامها حزن كبير جدا انها شافت مشاعر الولاده وهي نفسها فعلا تخلف وما كانتش قادره. ولكن في الاخر بتقعد تحاول كل شويه انها تخلف، وفي الاخر فعلا بتخلف بنت، والبنت دي تكبر، ويعني الحمد لله يعني حياتها اتحسنت. ولكن الكلام ده ما حصلش قوي مع ماثيو بيري اللي هنتكلم عنه بشكل اكبر. لو جينا بقى نتكلم على شخصية روس اللي بيعملها ديفيد شويمر، كان هو تقريبا من افضل الاداءات التمثيليه، لانه كان بيقدم لنا اداء رومانسي واداء كوميدي واداء درامي كبير جدا، وكان من اكتر الشخصيات المعقده وعندها تحديات تمثيل كتيره جدا، وفعلا تمثيله كان حلو قوي. ولكن لو جينا نبص على حياته الشخصيه ديفيد شويمر، يعني نتكلم عن الحاجات اللي عنده، فلا هو حياته عاشها كويس جدا، ولكنه هو عيل صهيوني ابن عم. مات لبلانك او جوي حياته اثناء تصوير مسلسل فريندز ما فيش حاجات كتير عنها بصراحه، يعني مش عايزين نقعد نقول بقى عنده انسكيور في كذا وعنده كذا، ولكن في حاجه كان كاتبها ماثيو بيري في الكتاب بتاعه، ان جوي او مات لبلانك ما كانش عارف المفروض دوره يعمل ايه، يعني ما كانش عارف يمسك الشخصيه، وكان عمال يسال وكده، لحد ما في مره استغبى في حاجه فلقاها جابت ضحك، فقعد يكمل عليها ويشتغل على حته الغباء ده. دي الحاجه اللي اثناء تصوير مسلسل فريندز. ولكن حياه مات لبلانك بعد فريندز تعتبر صعبة شوية، لأن هو عمل مسلسل كامل اسمه جوي. مسلسل جوي ده فشل ذريع، والناس ما تقبلتش فكرة إن جوي لوحده. حاجة زي كده خلته يبعد بقى عن الدنيا خالص بقى، واللي هو تمام يا صاحبي خلاص كده كفاية، وكان قاعد الراجل ما بيعملش حاجة، قال هاخد بريك بقى من هوليوود وبتاع الجو ده. وبعد فترة قصيرة يكتشف حاجة صعبة جدا، إن بنته عندها مرض نادر جدا جالها، ده خلاه يمر بأزمة برضه نفسية كبيرة، لدرجة إن كمان مراته اتطلقوا، يعني حصل حاجات فاتطلقوا، فالدنيا جت على مات لبلانك خالص بصراحه. ولكن قرر ان هو يفضل يعيش مع بنته، وبيقول ان هو اسعد اوقات حياته ان هو يقعد مع بنته، ويا سلام العيشه ارتاحت. I'm funny, right? What do you know? You're a door. You just like knock jokes. على قد ما كنت بتبسط اني بضحك الناس، ولكن لما كنت بقول حاجه ومحدش بيضحك كنت حقيقي بتمنى اني اموت او حاجه تقتلني، ودي حاجة مش سهلة على الإنسان إنه يعيش بيها. وقد إيه الموضوع ده كان بيأذي نفسيتي. ماثيو بيري بيحكي وبيقول أمي وأبويا اتطلقوا وأنا طفل، وأمي خدتني ورحنا عشنا في كندا، وكان قد إيه الموضوع صعب عليا. ولكن أمي ما اكتفتش إنها إحنا رحنا كندا، ولكنها قررت إنها تتجوز. ومش كده وبس، أمي اختارتني إن أنا اللي أقدمها لجوزها في الفرح. اعتقد ان مفيش اوحش من كده. وبصراحه الحياه استمرت عادي لحد ما امي خلفت بنوته صغيره اختي، وبقينا اسره صغيره في كندا، ولكني حسيت ان انا مش بنتمي للاسره دي، وفضل ملازمني شعور الوحده. ابتديت اكبر وخناقاتي مع امي تكتر، وفي يوم قررت ان انا ارجع لابويا في لوس انجلوس. اليوم ده كان صعب جدا على امي وجدي. كنت قاعد انا في البدروم تحت، وحرفيا كانت كل العيله بتنزل تحاول تخليني اقتنع ان انا مسافرش، ولكن انا ما كانش ليا حاجه هنا اعملها، وكنت مقرر ده ان انا هروح لابويا في لوس انجلوس. وبالمناسبه ابويا بيشتغل ممثل. الحقيقه بقى ان انا دايما لما بدخل علاقه ببقى خايف جدا، وبحس ان انا ما استاهلش ان انا اكون مع حد، وان انا مش كفايه، لان انا في العلاقه دايما بخاف قوي ان انا اتكشف وابان ان انا شخص مش كفايه، فبضطر اسيب اللي انا مرتبط بيها او اللي بحبها. ولو حصل العكس وانا في العلاقه دي الطرف الاخر هو اللي سابني، بحس اللي هو ده بيأكد شعوري فعلا بان انا شخص مش كفايه. بمناسبه الاشخاص اللي انا سبتهم، فانا كنت مرتبط في احدى الايام بجوليا روبرتس، وكنا حقيقه علاقتنا جميله جدا رومانسيه، كان على ايام الفاكس، تبعت لها فاكس وهي تبعت لي فاكس. ولكن في الاخر بغبائي انا سبتها، خوفا من ان هي تيجي في يوم وتسيبني. والموضوع كان اصعب بالنسبه لي قوي لما شفتها بتستلم جائزه الاوسكار وبتسلم على حبيبها، وانا كنت قاعد في مصحه بتعالج من الادمان كحوليات. كنت دايما في الحقيقه بستغرب قد ايه انا قاعد في نيويورك في شقه فخمه جدا، وببص على المدينه باكملها، بحس
اللي هو ياه ان المدينة اللي انا واقف فيها دي النجم المفضل ليها قاعد حزين. في الحقيقة نص الكتاب هنا بيتكلم عن الادمان المخدرات وادمان الكحوليات، وكأن ماسيو بيري بيحاول ان يخلي الناس ما تدمنش الحاجات دي. بيتكلم دايما بعلاقته بابوه اللي كان بيشرب خمرة كتير جدا ويروح البيت ويقول ان دي افضل حاجة ليه في اليوم بتاعه. وفي يوم ما ابوه بيتبهدل جدا بسبب الشرب، فمراته سألته انت عجباك العيشة دي؟ فقال لها لا، وقرر ان هو ما يشربش خمرة تاني. هنا ماسيو بيري كان حاقد شوية. ليه بقى؟ لان هو قال انا مش هشرب خمرة تاني، وفعلا ما شربش تاني. ماسيو بيري في الناحية التانية هو عايش نص عمره بيحاول يبطل شرب الخمرة، وصارف اكتر من 7 مليون دولار على انه يبطل خمرة. وبيقول في الكتاب يعني انا اعمل كل ده وانت في الاخر تقول انا مش هشرب تاني، فيقوم مش شارب تاني بالسهولة دي. فهو كان متضايق جدا من ابوه في الموضوع ده. والمشكله ان مشاكله مع ابوه كتيره جدا. يعني هو مره راح هو وابوه يعملوا اوديشن لمسلسل، اللي حصل ان هو كان 19 سنه ماسيو بيري، واللي اتقبل ماسيو بيري وابوه ما اتقبلش. فالموضوع كان غريب جدا. وماسيو بيري بيقول انك انت لو ركزت معاه في مسلسل فريندز في نهايه الموسم السادس وبدايه الموسم السابع هتلاقي الشخصيه مختلفه جدا، جسمه هنا رفيع وهنا تخين. فبيقول لك لو تتفرج على المسلسل وتركز كده لما تلاقيني رفيع قوي اعرف ان ده ساعتها كانت ان هو كان بياخد الافيون، ولما تلاقيني تخين قوي اعرف ان الفتره دي كانت اكتر فتره كنت بشرب فيها خمر، ولما تلاقيه بسكسوكه دي تقريبا هي دي اللي كانت الحاجات الادويه، ان هو كان بياخد ادويه كتير جدا، لدرجه ان هو من كتر ما كان رفيع كان بيلبس هدوم اكبر من مقاسه 3 مرات عشان ما يبانش ان هو رفيع. اعتقد ماسيو بيري اكتر واحد عاش حياه قاسيه جدا من صناع المسلسل كلهم. كان خايف ان هو يموت لوحده في المسلسل، وفعلا في الحقيقه هو بيموت لوحده، محدش بيقدر ينقذه. فمن الواضح ان الشهرة اللي كان بيتمناها ما حققتلوش الحاجة اللي هو كان عايزها، وان هو يقدر يعيش حياته عادي بدون كل التروما والانسكيورتيز اللي جواه دي. ولكن اعتقد كل ده حصل له بسبب ابوه وامه وانفصالهم والطريقة اللي كانوا بيتعاملوا بيه معاهم، لان هو اتعلم فكرة ان هو يضحك الناس بسبب المشاكل دي. لقى ان اكتر حاجة بتبسطه هو انه يضحك الناس، خصوصا امه وجده اللي كان عايش معاهم. دي كانت اكتر حاجه بتغذيه. وفعلا الراجل ده بالنسبه لي هو افضل شخصيه كوميديه في تاريخ المسلسلات كلها. وماسيو بيري كان بيروح التصوير فريندز وهو يعني بيقول ان هو ما كانش بيروح وهو سكران عشان ما يتفضحش، ولكن كان بيبقى اثار السكر باين عليه، بس عمر ما حد كان يقدر يكتشفه. ولكن بيكتشف فجاه ان جينيفر انستون خدت بالها ان هو بيشرب، وقالت له بقول لك ايه، ان احنا كلنا واخدين بالنا باللي انت فيه ده كلنا. فاستغرب جدا، وابتدت كل الناس نوع العمل بيحاولوا يساعدوه ان هو يبطل الادمان اللي هو فيه ده، لان حياته كانت بتتدمر. في ايام كانت بتعدي عليه بياخد 55 حبايه من مخدر في اليوم الواحد كل يوم. واعتقد دي فعلا الفتره اللي كان عامل فيها السكسوك. انا برضو قلت الشخصيه اللي تضحك كل ده اكيد مش دماغ طبيعيه. فرسالتي من الفيديو ده لو عايزين نقولها بطريقه مباشره، انك ما تخافش من الانسكيور اللي عندك، او الحاجه اللي انت خايف منها، او الحاجه الجرح اللي جواك، او تحس انك انت مش هيتشال منك هذا الجرح غير لما توصل لحاجه معينه. لا، اعتقد ان الحاجه دي عشان تعالج لازم تعالجها بنفسك، سواء انك تحاول تروح بقى للثيرابي، او انك تكون صريح مع نفسك كفايه، او معرفش. انا عامل الفيديو ده كله عشان احاول انا اتعافى من الانسكيورتيز اللي عندي اصلا بقى. يعني انا مش مهتم بيك اساسا، انا عاملها عشان نفسي. انت متخيل؟ لا 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 يا صاحبي، لا يا صاحبي. فمتزعلش من انك انسكيور وانت اصلا شخص طبيعي عادي، دي حاجه طبيعيه. وزي ما قلت لك اي حد انت بتحبه هو عنده حاجه انسكيور كده، محدش مركز معاه فيها دي، محدش واخد باله منها. حتى الافلام اللي بتتفرج عليها ممكن المخرج يكون عامل فيلم واخد اوسكار، وفي قطايه او في مشهد هو عارف ان الحته دي بايظه في الفيلم، وخايف ان الناس كلها تاخد بالها منها. زي انا في الفيديو ده مثلا، خايف ان الفيديو ده يبان ان الناس شايفاه وحش، في حاجه انا عاملها غلط مثلا في الفيديو خايف الناس تاخد بالها منها، او ان الاضاءه بتاعه الفيديو مش احسن حاجه. كل دي حاجات انا انسكيور منها، مش عارف لما انا اقولها كده هتعالج ولا لا، ممكن اشيلها في المونتاج اصلا. فبس متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وبحبك رغم كل انسكيورتياتك. سلام يا صاحبي.